أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج الميزان. مساء الطاقة الإيجابية عليكم ومساء السعادة والفرحة والخير والبركة. النهاردة يا برج الميزان هنتكلم عن قراءة تفصيلية لحياتك العاطفية والمهنية لشهر أبريل ومايو ويونيو. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. القراءة دي قراءة تنفع لرجال وسيدات برج الميزان وكمان تنفع لجميع الأعمار. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفنا بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الميزان فرصة لن تتكرر. برج الميزان فرصة لن تتكرر. عندك فرصة ذهبية، عندك مكاسب وفيرة، عندك انفراجة عاطفية في الفترة دي يا برج الميزان. بمعنى إن الربع الثاني اللي هو بيتكون من شهر أبريل ومايو ويونيو هيكون عندك فيه السعادة الحقيقية، في فرص لن تتكرر. في عندك فرص في العمل، ممكن تكون إنشاء مشروع جديد أو شراكة في مشروع أو ترقية. في عندك يا برج الميزان فرص هتعرض عليك وعليك الاختيار، وعليك إنك تنتهز هذه الفرص حتى تصل إلى أهدافك المادية والعاطفية. ابتعد يا برج الميزان عن التردد، لأن التردد بيضيع الكثير من الفرص من إيدك. وإنت الفترة دي هتكون فترة ذهبية بالنسبة ليك، سواء في العمل أو حتى في الصحة أو حتى في حياتك العاطفية. ابتعد يا برج الميزان عن التردد، لأن التردد هيضيع منك كل الفرص الجميلة اللي ممكن تعدي عليك، وهذه الفرص لن تكرر مرة ثانية يا برج الميزان. فخلي بالك يا برج الميزان، هي فرص ذهبية ومكاسب وفيرة مستنياك بإذن الله. برج الميزان كمان ابتعد عن القلق. ابتعد عن القلق، لأن القلق بيؤدي إلى الخوف، والخوف بيوقف حركتك يا برج الميزان، بيخليك ثابت في مكانك، متكتف الأيادي زي ما بنقول، فما بتعرفش تتحرك، بيبقى تفكيرك قليل يا برج الميزان، ما بتعرفش تختار. فخلي بالك من هذا الشيء يا برج الميزان. ابتعد عن القلق والخوف والتردد. ابتعد يا برج الميزان كمان عن الكسل. ابتعد عن الكسل والتراخي والإهمال، لأن برضو الكسل والتراخي والإهمال بيبعدوا عنك إنك تختار الفرصة المناسبة وإنك تنتهزها. فالكسل بيضيع منك فرص كتير. والربع الثاني عندك مكاسب وفيرة وفرص ذهبية. بكرر تاني يا برج الميزان، وما عليك غير إنك تكون جاد في عملك وتكون مجتهد، ويكون عندك إرادة ويكون عندك عزيمة ويكون عندك إصرار على النجاح، وسوف تحقق أهدافك يا برج الميزان. برج الميزان الفرحة قريبة منك. الفرحة قريبة منك. عندك استقرار عاطفي بالفعل. عندك استقرار وهدوء عاطفي. عندك فرص للتفاهم بينك وبين الحبيب. عندك فرص لإنهاء الخلافات بينك وبين الحبيب، لأنك يا برج الميزان سوف تكون في الفترة اللي جاية دي قادر على التكلم بلباقة. هتكون قادر أيضا إنك تعتمد على نفسك، help yourself. هتكون قادر كمان على التفاوض في حل أي مشكلة بتعترضك. هتكون قادر أيضا إنك تكون صياد ماهر للقلوب عن طريق أسلوبك الجميل، عن طريق الكاريزما الخاصة بيك، سواء في اللبس أو في الكلام أو في الشكل. هيكون عندك كاريزما جذابة يا برج الميزان، هتجذب إليك كل ما هو خير، لأنك بالفعل هتعرف تستخدم قانون الجذب العام في كل ما هو خير ليك، هتعرف تجذب كل شيء خير. أنا شفت أيضا في التعليقات بتاعتكم الكثير من التعليقات الجميلة، الناس اللي بتقول إنها غيرت بالفعل حياتها وإنها أصبحت أحسن وفي الاستمرار للأحسن. وأنا فرحان جدا بهذه التعليقات.
يعني لأن ده يعتبر شرف ليا بأن قناتي عملت شيء مهم في إنك تكون فرحان وسعيد وبتحقق أهدافك والدنيا بتضحك ليك. فشيء جميل يا برج الميزان إنك تعرف تتوقع كل ما هو خير، زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة. دايما فكر بطريقة إيجابية، دايما تواجه الحياة بقلب شديد، حاول دايما تبتكر، حاول دايما تفكر في الأحسن، حاول إنك تحقق أهدافك بنجاح، حاول إنك تنظر إلى الحياة بنظرة وردية وتبتعد عن النظارة السوداء، وإنك تعرف دايما وتشعر إن ثقة في الله نجاح، وإن أنت هيكون نجمك لامع وعندك مكاسب وفيرة وحظك هيكون كويس في الحياة. ما عليه غير إنك تغير طريقة تفكيرك فتتغير لك حياتك يا برج الميزان للأحسن. كل ما هتبطل الأفكار السلبية وتبعدها عن نفسك وتفكر بطريقة إيجابية، كلما هتصعد سلم النجاح خطوة بخطوة. برج الميزان عندك فرص ذهبية، بكرر تاني، في عندك مال قادم إليك بوفرة، في عندك مكاسب قيمة، في شراكات وتعاون مع أصدقاء في إنشاء مشروع، أو أنت هتفتح مشروع خاص بيك وسوف تنال منه الشهرة والفرحة والسعادة والمكاسب الوفيرة. أيضا يا برج الميزان ينصحك الفلك بأنك تهتم بباب الرزق الذي فتحه الله لك، وإنك تكسر من العطاء، وخاصة لأصحاب الحق والمقربين منك إذا كانوا في احتياج يا برج الميزان. وأيضا تمسك بالشكر والرضا، لأنك كل ما هتتمسك بالشكر والرضا هتتمسك بحبال النعم والخير القادم إليك، وهتجذب إليك الخير والفرحة والسعادة، سواء في الصحة أو حتى في المال أو حتى في العمل أو حتى في حياتك العاطفية. الفترة اللي جاية دي أنا شايف بالنسبة لغير المتزوجين أمامكم فرص ذهبية لاختيار شريك الحياة المناسب، فلا تتردد يا أصحاب برج الميزان. أنا شايف كمان للمنفصلين في تصالح، لأن أنا جاي من شوية إن أصحاب برج الميزان هيكون قادرين على التفاوض وحل أي خلافات قديمة، فهيكون في تصالحات وفي مساحة مشتركة للتفاهم بينك وبين الحبيب، ففرصة لن تتكرر. اكسبها يا برج الميزان وغير حياتك للأحسن، وأتمنى لك التوفيق. يا ريت تشاركني بالتعليقات وتشاركني في القناة ليصلك كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.